مريضة اليوم تعاني من آلام مزمنة صارها أكثر من سنوات في منطقة الوجه، بالذات منطقة الفك السفلي الجهة اليمين. تبين أنها مصابة بالتهاب العصب الخامس. التهاب العصب الخامس مريضة تم تشخيصها بعد أن مرت بمراحل مراجعات كثيرة ويا أطباء الأسنان الزملاء ويا أطباء الجملة العصبية الزملاء، لكن للأسف ما قدرت العلاجات توخر هذا الألم. بعد تشيكها عن طريق الرنين وعمل التحاليل تبين أنها مصابة بالتهاب العصب الخامس. التهاب العصب الخامس للجهة اليمين اللي يضرب على منطقة الخد ومنطقة الحنك، وتم عمل تداخل طب الألم لهذه المنطقة وتحفيز الضفيرة الحنكية اللي موجودة بالبلعوم عن طريق التخدير الموضعي وبدلالة المناطق التشريحية الموجودة بالجسم زائدا السونار، وكان تحت التخدير الموضعي تم التحفيز لهذه الضفيرة وإعطاء كافة الأدوية المثبطة للألم، وكان التحسن مباشرة بعد الحقن ولله الحمد.